مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اول مره اطلع لكم بالليل. مش هاخد ولا حاجه. آه، النهارده طالعه اتكلم عن موضوع مهم، وهو السي بي اي، بس ببعد تاني خالص، مش زي اللي اغلب الناس بتتكلم عليه. الفكره مش مهم انت بتاخدها مع مين، مش مهم مين بياخد فلوس ايه، مش مهم مين هياخد طلاب اكتر، المهم مين اللي هيعرف يساعد الناس تحقق حلمها اكتر. الفلوس كده كده رزق ربنا هيجي، لكن رزق تحقيق حلم انسان ده حاجة تانية خالص. دايما الواحد لما بيمر بحاجة وبيحسها بيبقى حاسس باللي قدامه قوي وهو بيمر ايه. فانا كل حاجة مريت بيها، من اول الحلم الصغير اللي ابتدى جوايا ان انا اخد سي بي اي في امريكا، اشتغل في شركة مالتي ناشونال، وابقى independent strong woman. إيه، ان انت تصدق حلمك، وان انت يكون عندك ثقة في نفسك، وجايبها ثقة من ربنا مش من نفسك. محدش فينا احنا ولا حول ولا قوة لينا الا بالله، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. عايزاك تتفائل بالخير. ناس كتير سمعتها بتتكلم لو وش لو، لا، قول ان شاء الله هنجح. ازاي مش بتاعتك؟ هتنجح ان شاء الله وتجيب اعلى درجات من اول مرة. إيه، وانا لما هقرا سورة البقرة هقول يا رب كل واحد نفسه في حاجة، مش بس سي بي اي، كل انسان نفسه في حاجة يا رب انها تتحقق ويشوفها رأى العين، ويطمئن ويفرح ويعيش مطمئن وحامد ربنا وشاكره. هو ده الفكرة. عشان السي بي اي هي رحلة صعبة، لكن احنا قدها. إيه، عشان كده انا قررت ان انا بديها. مش مهم انا، روح مع اي حد انت بترتاح له، مش شرط انا، بس لازم تكون انت تاخدها ازاي. عندنا ريجوليشن مادة صعبة جدا، بس انا بفضل ربنا وبفضل الدكتور نبيل ياب، هو بارتنر في PwC. الراجل ده كان السبب ان انا الامتحان بتاع ريجوليشن اطلع قبله بساعة واجيب 86. الطريقة اللي كان بيشرح لي بيها، طريقة المناقشة والتفكير، وان انا اتحاور معاه. الراجل ده ما شاء الله عليه، ربنا يكرمه ويصلح حاله ويحبه. هو اللي علمني ازاي ادرس، وازاي المعلومة تبقى جواك ما تنساهاش، وازاي ما تضطرش ان انت تحفظ، وازاي ان انت ما تخافش، لان انت بثقتك بنفسك حاسس ان انت مالك المادة، انت احساسك هيبقى هادي وهتبقى مطمئن. ايه رأيك ما اخدكم في رحلة كده اقول لكم ازاي ننجح في السي بي اي؟ بصوا بقى، اول حاجه نعملها ان احنا نصلي استخاره. بالنسبه سواء مسلمين او مسيحيين، نصلي استخاره وناخد راي ربنا، ده اول حاجه. الحاجه التانية اللي انتوا تعملوها كالاتي: هات بقى قلم ورقه واكتب اللي انا بقوله لك ده، لان انا من زمان، من 15 سنه او من 17 سنه، اي حد اشوفه كان ناجح سي بي اي، لما كنت ايام كنت باخدها في الجامعه الامريكيه، كنت ابقى لازقاله خالص. زي مش ممكن، واقعد اساله ذاكرت ازاي وعملت ازاي. فانا بديك بقى خلاصه الخبره. بص يا سيدي، صلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي ازاي؟ اول حاجه مذاكره السي بي اي، ان انت تقرا مش تحفظ. اقرا قرايه جرايد، ده اول حاجه. وبعد ما تقرا قرايه الجرايد، ان احنا بنيجي نحل على الاسئله. بحل الاسئله ازاي؟ اول حاجه بحل السؤال ان انا بقراه من الاخر، ما بقراهوش من الاول ابدا، خد بالك، علشان دايما انت بتتدرب ان انت تحل الاسئله بشكل سريع. فممكن يجيب لك سؤال نص صفحه وهو مش عايز حاجه غير مثلا depreciable بيس او حاجه زي كده، فبتقرا السؤال من الاخر وبتعرف الريكويرمنتس وبتبدا على اساسها تحل. طيب يا ريهام، انا في ساعات حاجات ما بعرفهاش، اعمل ايه؟ في وسط الامتحان اتدربنا ان احنا في دايما 3 اجابات بيبقوا شبه بعض، اختار الاجابة اللي هي مختلفة.
وما تقعش في السؤال كتير. السؤال ياخد منك دقيقة ونص بس. طيب ده هيجي مع التدريب. طيب انا دلوقتي جيت اهم حاجة ان انت بتذاكر، ان انت you are aiming to get 100%. انت مش بتذاكر عشان تجيب 75، لا، انت بتذاكر عشان تجيب 100%. تمام. طيب هحل ازاي يا ريم؟ هنجيب كشكول متوسط الحجم ويبقى سهل الحمل جدا. تمام. ولما اجي احل الاسئله هكتب كل سؤال انا قلت عليه غلط ليه وهكتبه غلط ليه. تمام. ولما اجي اراجع عليه تاني اراجع الشابتر، هقرا الشابتر قرايه جرايد، محدش يحفظ ابدا. وقبل ما هحل الاسئله هقرا البلوك نوت بتاعتي، اسئله انا غلطت فيها. ايه ده يا ريهام بس انا كده هغش؟ لا، انت مش بتغش ولا حاجه، انت بتتدرب. هي دي الفكره، انت بتتدرب على الحل. سبحان الله العظيم، كل حاجه جميله بنرجعها ربنا. حبيبي ربنا خير الاعمال ادومها وان قلت. فالفكره ان انت كل يوم بشكل كونسيستنت ان انت تثبت ان انت كل يوم هقراها. بس الفكره في ايه بقى؟ الفكره ان انا هقراها ومش عايزه احفظها، بدليل انت ممكن تقرا جورنال وبعدين يبقى في موضوع مهم سياسي وتشرحه كله من الاول للاخر وانت مش حاسس. فتركيزك مع نفسك ان انت تحفظ ده بيخليك ان انت تجيب نتيجه عكسيه لا قدر الله، واحنا مش عايزين كده. طيب ايه تاني يا ريهام اخد بالي منه في الاسئله؟ خد بالك جدا في definitions زي most probably often sometimes، الكلام ده كله ناخد بالنا منه. ناخد بالنا من كلمه most، ده مهمه. دايما ابعد على الحاجات اللي فيها maybe. هتلاقي 3 اسئله 3 اجابات maybe most probably مش فاكره التانية بس يعني احتمالات. ابعد دايما عن الاجابات اللي فيها احتمالات بتكون شبه بعضها. طيب انا دلوقتي يا ريهام قريت اول مره وحليت، وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انت هتقرا تاني. بس يا ريهام بلاقي نفسي ناسي. ده طبيعي جدا، ما تخافش، هو ده الطبيعي. تمام. فانا هقراها بطريقه قرايه الجرايد زي ما احنا اتفقنا. طيب يا ريهام انا دلوقتي امتى بقى هبتدي ان انا ابقى مستعد للامتحان؟ على الاقل لازم تقراها وتحل 4 مرات على الاقل علشان تبدأ تحس ان انت مستعد للامتحان. بصوا يا جماعة، انا شفت مشاكل كتيرة نفس المشكلة بتتكرر. واحد يقول لك انا صرفت قد كذا وطلعت كتير في امريكا ودفعت فلوس قد كده. بصوا يا جماعة، علشان نعرف ان احنا نتعامل مع الحاجة صح لازم نفهم طبيعتها صح. CPA مش سهلة بس ممكنة. هي دي الفكرة. عندك حتة ستيك لحمة، بس اللحمة دي مش طرية قوي وعايزة مدغ وعايزة مجهود، بس بتبلع ويبقى طعمها جميل. نفس الحكاية، ما تطلعش غير وانت هاضم المادة. عمرها ما هتتهضم الا ما تمضغها كويس. تمضغها كويس ازاي؟ ان انت تراجع كويس. طيب الوقت المراجعة الاولانية بياخد تقريبا نفس وقت المراجعة التانية. طيب انا مش بعمل سوليستيشن او بعمل ادفرتايزنج للكورس عندي، لان احنا اميرات. الحاجه بتاعتنا بتجيلنا لحد عندنا، بس لما بيكون في حد محتاج حاجه انت بتنور له نور. فالحمد لله الحمد لله بفضل ربنا وحده. طريقه التدريس اللي انا بدرسها اتعلمتها من استاذي نبيل دياب. ازاي نبقى انتراكتيف سوا مع بعض في الكورس، وازاي احكي لك الحكايه كانها قصه. ربنا الحمد لله نزل لنا القران على صوره قصص، لان انت انسان مخه بيعتمد ان هو يرتبط بالحكايه مش بستيتد فاكتس. بدليل قالك ان انت لو تلاحظ الناس العلماء اللي بيطلعوا ان هم يتكلموا عن الجلوبال وورمينج محدش بينتبه لهم، رغم ان هم بيتكلموا في كلام فيري سيريس. ولو في حد حب حد يا نهار ابيض، ممثل وممثله، تلاقي كل الناس لانها بتبقى كاتشي، قصه مشاعرنا بتتحرك. لكن مع الستيتد فاكتس برغم انها مشكله فيري سيريس مشاعرنا ما بتتحركش. ما بالك بقى ان احنا خلينا CPA قصه حلوه ليك عشان انت دايما تفتكرها. يعني يا ريم
يعني مشكلة الناس بتقابلها انه بيبقى certified CFA CPA او whatever او حتى من امريكا وبعدين هو بينسى. احنا بقى دورنا في الكورس عندنا ان شاء الله وعند كل الناس اتمنى ان احنا نحكي الحكاية كأنها قصة، فساعتها ده هيوفر لك وقت المذاكرة، هيوفر لك وقت المراجعة. احلى حاجة بقى هتبقى certified بجد، هتخلص وبعد ما تخلص الامتحان مش بتبقى انت حافظ المعلومات عشان تخش تحل وبعدين تنسى، لا، بيبقى الموضوع جوه في قلبك لانه مرتبط بقصة جميلة، قصة حلم هيتحقق وخطوات بنخطيها سوا وكلنا بنقولك يلا ويلا قومي هتقدري وهتقدر. والله العظيم الاحلام بتتحقق والخير موجود والحب موجود وكل حاجة طيبة موجودة عشان ربنا حبيبك موجود. ف اتمنى اكون ان انا I covered ازاي هتذاكر وازاي هتراجع، وان شاء الله باذن الله هنزل اكسل فايل ازاي ان انت تعمل تايم بلان للسي بي اي وعلى حسب المذاكره بتاعتك ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه لزملائي وزميلاتي اللي بيدرسوا السي بي اي، خلوها يا جماعه على شكل قصه وافتكروا الحب القديم بينكم وبين السي بي اي، حلم جميل كان نفسكم يتحقق وتحقق. ولما هننقل كلنا، وانا بنصح نفسي اولكم، لما هننقل كلنا بالروح دي الناس بجد هتتعلم وحياتها هتنور والحلم هيتحقق. دايما قبل ما بدخل اي كلاس بصلي استخارة الاول وبستحضر جوايا مش مادة علمية، بستحضر جوايا كام حلم انا داخله عشان اساعد ان هو يتحقق في الناس اللي معايا. بس متشكره ليكم وربنا يكرمكم ويحبكم وكل حاجه نفسه في حد، كل واحد فيكم نفسه في حلم جميل يتحقق ودعوه جميله كان نفسه فيها ونسى انها تتحقق، ربنا يحققها له ويفاجئه بيها ويبات هو من كتر ما هو فرحان مطمئن ويسجد لربنا وتنزل دموع الفرحة ان رب كريم ما بينساش الدعوات. ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، صدق ربنا وكذبت العثرات. يومكم جميل يا رب. يلا باي باي.